تعالى النهاردة نتكلم عن أهمية استخدام الخرائط في علم المساحة. الخرائط في علم المساحة هي عبارة عن أدوات لا غنى عنها، لأنها بتساعدنا على فهم البيئة وكمان تحليلها بدقة. وبتستخدم الخرائط لتحليل البيانات الجغرافية والمكانية بشكل مرئي وكمان مفهوم، وده بيسهل علينا التعامل معاها وكمان اتخاذ القرارات الصحيحة. ومن التطبيقات الرئيسية للخرائط في علم المساحة هي تحديد الحدود وكمان إدارة الأراضي، لأنها بتساعدنا في تحديد ملكيات الأراضي بدقة وكمان تسجيلها في السجلات العقارية، وده بيسهل علينا الإدارة العقارية وكمان بيحمي الحقوق الملكية. وبتستخدم الخرائط في عمليات التخطيط الحضري والتطوير المدني، فمن خلال الخرائط نقدر نحدد مواقع المدارس والمستشفيات والمرافق العامة بطريقة استراتيجية، فبيحسن من جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع. كمان بنستخدم الخرائط في عمليات البحث العلمي والاستكشاف، سواء كان في الجيولوجيا أو البيئة وكمان علم الفضاء. والخرائط الفضائية والجيولوجية بيساعدونا إن احنا نفهم التغيرات الطبيعية والبيئية على المدى الطويل، وتقديم بيانات أساسية للدراسات والأبحاث العلمية. الخرائط مش مجرد رسومات، هي أدوات قوية بتساهم في تقدم وتطور علم المساحة، وبتعزز من دقة البيانات وفعاليات عمليات التخطيط والتنمية.